السلام عليكم. قبل اي حاجه بعزي شهدائنا من الجيش والشرطه اللي بيموتوا كل يوم عشان احنا نعيش. وتاني حاجه بهني الشرطه المحترمه في عيدها ال65. كل سنه وانتم طيبين، كل افراد الشرطه من اصغر فرد شرطه لحد السيد المحترم وزير الداخليه. تالت حاجه ربنا يخليك ليا يا ريس، السيد الرئيس المحترم البطل عبد الفتاح السيسي، اللي في عهده مفيش قمع لاي صوت. الراجل طلع كذا مره وقال انا واجهزه الرقابيه مش هينفع نكافح الفساد لوحدنا، اي مواطن شايف فساد يبلغ عليه. بص يا عم هاني يا شاكر، حضرتك شطبتني النهارده. على فكره النهارده يوم تاريخي جدا جدا جدا، مش عشان انت شطبتني، حتى انت باطل وقراراتك باطله لانك منتحل صفه نقيب اساسا. النهارده يوم تاريخي عشان عيد ميلادي، عيد ميلادي كل سنه وانا لوحدي بس. طيب وانا لوحدي بس بتشطبني يا هاني؟ يا هاني ما انا قلت لك يا هاني تصرف تصرفات كبيره على قد سنك. ما انا قلت لك انت عندك 6 برايز ونص، 65 سنه، رجل بره ورجل جوه، او تقريبا الاتنين جوه. يعني انت راجل من المروحين، اتصرف تصرفات عقلانيه. تاجر اثار ايه يا ابو قلب اسود؟ تاجر اثار ايه؟ تاجر اثار يلبس مقطع ويقعد طول النهار وطول الليل في البرد عشان يعمل 20-30 جنيه لعياله؟ تاجر اثار؟ هو انا زيك مالتي مليونير؟ هو انا زيك يا جاحد يا ابو قلب اسود، يا اللي عمال تغل في نفسك من سيد الابيض اللي عامل لك بارومه في نافوخك عشان بتكلم بصوت الحق وانت باطل؟ انت امبارح مش كنت واخد قرار بشطب احمد رمضان بيشيله بايقافه عشان طالع بكفاله متهم بتزوير كارنيهات ورشوه 50,000 جنيه ومتحول للجنايات؟ شأنه شأن نقيب الصحفيين في حجم 10,000 جنيه كفاله كبيره. خفت؟ ايده تقيل عليك احمد رمضان ها؟ ولا خفت على مصالحك اللي في النقابه ومقاربك مصالحك الشخصيه ومقاربك الشخصيه في النقابه؟ وانت كنت بتشتغل اساسا ايه؟ كنت بتعمل ايه؟ هو انت كنت بتشتغل قبل ما تمسك نقيب؟ احنا هنضحك على بعض يا هاني؟ يا هاني يا شاكر عيب عليك، اتصرف على قد سنك. بالذمه انت مش مكسوف؟ مش مكسوف من اللي بيعملوه فيك الناس وبتعمله فيا انا؟ يعني انت الاستاذ محمد شبانه والاستاذ وليد شبانه لما محاميك الراجل المحترم مش عارف مش فاكر اسمه الاستاذ ايه اللبان، لما قال ان هم بيصطنعوا لك عناوين وهميه عشان ياخدوا عليك احكام، وده اسمه في القانون تعسف وخطأ في استعمال اجراءات حق التقاضي وتزوير في اوراق رسميه، انت بتعمل معايا كده؟ انت ما بتفكرش خالص يا هاني؟ يعني انت عامل لي قضيه سب وقذف في الضرب الاحمر، وانا عنواني في الكارنيه اللي انت ماضي عليه في فيصل؟ يا عم فكر، يا عم فكر، والله العظيم انت صعبان عليا، انت ضعيف، انت ضعيف. وعلى فكره انا مش خايف منك لانك انت ما تخوفش اي حد، انت لا حول ولا قوه ليك، انت ما تخوفش فرخه ماشيه في الشارع هربانه من قفص في بتاع فراخ فرارجي، انت ما تخوفش اي حد. ولو انت تمام وتهديداتك ليا بالقتل، فاكر مكالمات التهديد ليا ولاولادي ودي وتمامك معانا طلقه؟ فاكر الرسايل؟ انا هوريك وغصب عنك تعرف انت بتتعامل مع مين. فاكر يا ابو قلب اسود يا اللي عايز ترميني؟ طب ما انا هعمل زي ما هم عملوا، زي ما انت بتعمل معاهم ما انا هعمل معاك. هقول ان انت بعناوين وهميه. اثار ايه يا ابو اثار؟ اثار ايه يا ابو اثار يا بخيل، يا اللي لو بيتك ولع هترن على المطافي او تبعت له رساله طفيني شكرا من كتر بخلك.
من كتر بخلك، وبخلك ده منشور على النت، على كل مواقع اللي في الدنيا. انت راجل بخيل، رافع عليا قضيه بتعويض لا يقدر بثمن. طب انت لو كسبتها هجيب لك التعويض ده منين؟ انت يا عم اتكلم كلام منطقي يا راجل، فكر بقى يا راجل، فكر. عيب عليك، كسفتنا، انت كسفتنا وخليت وشنا في الارض. منتحل كل الصفات اللي في الدنيا، سفير النوايا الحسنه مفيش، بلح. امير الغناء العربي مش بتاعتك، بتاع الاستاذ صابر الرباعي، بلح جايزه امير الغناء. نقيب الموسيقيين برضو بلح. مفيش حاجه اسمها كده. الراجل معاه احكام قضاء، يا منتحل صفه يا متستر. عيب عليك. وعلى فكره يا هاني، عايز اقول لك على حاجه، انا هجدد. مش حضرتك شطبتني انت ومجلسك اللي انا رافع عليكم كلكم قواضي والاحكام جايه قريب؟ محامينك ما قالولكش ان انت نزلت متهم قدامي؟ ما قالولكش في الجلسه بتاعت السبت الجاي؟ انت نزلت متهم قدامي يا ريس، خلاص تساوت الرؤوس، عشان في قضاء عادل في البلد، وده قرار قاضي من على المنصه. ربنا يخلي لنا ويحرس لنا الدكتوره المستشاره برلانتي عبد الحميد اللي مركعاكم كلكم من ايامكم 14 جر. عيب عليك، اتصرف تصرفات تاني على قد سنك، انت راجل من المروحين، عيب. والصبغه دي وبتاع والكلام ده ما بص لنفسك بقى، وبص لوشك، واعرف سنك واعرف حجمك. مفيش حاجه اسمها تعالي، مفيش حاجه اسمها واسطه، مفيش حاجه اسمها تروح لسياده اللواء فلان ولا العميد فلان ولا بتاع وتتنحنح كده وتتسهوك. مفيش كده، مفيش كده يا عم. انت لما بتغني غنوه لمصر بتقفش يا عم الحاج. انت عامل كام حفله من ساعه ما مسكت النقابه؟ انت كنت ما بتشتغلش اي حاجه خالص. الله، احنا ما نضحكش على بعض يا عم. شطب ايه اللي انت بتتكلم عليه يا ابو شطب؟ وهجدد على فكره، هجدد عندي فيك وفي مجلسك، لان انتوا باطلين. وانت لو على حق كنت قعدت قدامي في التحقيق. مفيش تحقيق، كنت قعدت قدامي في التأديب. انما انت عارف قدام السيد مندوب وزير الثقافه والسيد المستشار من مجلس الدوله كنت هعريك، وكله بالمستندات. ده انا قاعد في مكاني واوراق الدنيا كلها بتجيني لحد عندي عليك. اللي انت مشيره على صفحتك ده، انا كنت متهم في قضيه وخدت براءه، داخل اشتري حاجه من محل والحكومه خارج الناس كلها. انت ناس متهمينك في قواضي، المفروض انت بتقول متهمينك بالنصب باين، ولا مش عارف انت سرقه ولا حاجه كده. انت اللي المفروض تتشطب، انت اللي المفروض ما تبقاش نقيب. وهجدد عندي فيك والله العظيم، مع العلم ان انا ما كنتش عايز اسمك يبقى على كارنيهي، بس انا هجدد عشان اثبت لك ان انت باطل وانا الحق. ومش خايف منك ومش هخاف منك، واللي يخاف منك يبقى راجل ما بيفهمش. انت ما تخوفش فرخه. ولو انت تمام وبتهددني بالقتل كويس قوي، اضرب الطلقه يا برنس. مستني ايه؟ اضرب وريني شجاعتك، ولا بتاع عيل من عيالي، ولا شوه لي كده زي من المكالمات اللي انت بتخلي صاحبك ده يكلمها لي، ولا ايه؟ من 0-10. انا عندي استعداد اموت راجل. اه والله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ولا عيش متستر زيك. نهايه المشوار ده واحد فينا لازم يقف في القفص، وانت هتقف في القفص والله العظيم. زي ما بقول لك، شوف انا بحلف بالله ازاي، عشان عندي ثقه في ربنا. فهمت يا معلم؟ انا في ظهر ربنا، انت ربنا مش معاك. انت عمال كل يومين تلف الحبل حوالين رقبتك. انا مسجل؟ طب تبقى انت متستر عليا برضه، يبقى انت شريكي. امال الكرنيهات يا استاذ هاني اللي حضرتك ماضي عليها، اللي معايا 2015 و2016 طالعين من مطابع الشرطه، عليهم رقم القومي وزاره الداخليه، طلعوا ازاي؟ وانا راجل الحكومه انا بتراقبني من 2002، بتراقبني 15 سنه. يا عم في ايه؟ ما تتكلم كلام معقول يا عم، اتكلم كلام معقول. لله كسفتنا والله العظيم، كسفتنا.
انت اللي المفروض تتشطب. انت مش ليك عمل خارجي؟ مش الاستاذ ايمان البحر درويش قايل ان انت عندك شركه انتاج؟ مش مفروض اساسا تترشح كعضو مجلس مش كنقيب؟ يا راجل عيب عليك، يا راجل اتصرف تصرفات على قد سنك، يا عم اكبر، فكر. لا حول الله يا رب. ايه ايه خيبة الامل اللي انتوا فيها دي؟ راجل عضو مجلس عندك مختلس 5000 جنيه من فلوس الحج، جايبه امبارح قاعد في المجلس. الله، عشان ايه؟ عشان تكملوا يعني ال 13 ال 12 عضو نقيب تشطبوا سيد الابيض؟ طب ما عندكش اعضاء مجلس قالوا لك ده مش قانوني بس مضوا؟ يعني انت بدل ما تشطب احمد رمضان تشطب سيد الابيض؟ بدل ما توقف احمد رمضان توقف سيد الابيض؟ انت شايف ان ده قانوني وفي صالحك؟ لا والله ما قانوني ولا في صالحك. وبعدين عايز اقول لك على حاجه بقى، هو انت في 2012 كنت نقيب؟ انت مش ماسك 8 2015؟ انت ليه بتحط كلمه التايتل بتاع نقيب الموسيقيين ده، المنصب ده بتحطه في النص؟ ناس رافعين عليك قواضي وانت رافع عليهم قواضي. ايه نقيب الموسيقيين دي؟ انت بتحشرنا في قضاياك ليه يا عم؟ الله، ده انت غريب قوي. ما تسيب المنصب للمنصب، ما تحترم قدسيه نقيب الموسيقيين اللي انت منتحلها. الصفه دي انت منتحلها اساسا. انت لا نقيب ولا بتاع. لا حول الله يا رب. وبعدين يا سيدي لما انت طاهر اليدين قوي كده ونظيف اليدين ومالكش مصالح من النقابه، وانا اشك في كده، انت فيديوهاتي عامله لك ايه على الفيسبوك؟ لما انت راجل كبير قوي كده وقادر وواصل، حاطط عقلك من عقلي فيديوهاتي ليه؟ ما تسيبني اقول صوت الحق. هو انت مؤسسه؟ سجلك التجاري فين؟ بطاقتك الضريبيه فين؟ في عملك الشخصي اللي انت مشهره على صفحتك كنت كنت شريك معاهم بنسبه 10% زي ما انت بتقول. الله، يا راجل احترم بقى، احترم عقول الناس بقى واكبر كده وبقيت تغني وحش كمان قوي. يعني كنت الاول الاستاذ عمار الشريعي قال هاني شاكر ده كان بيغني زي السكينه في الجاتوه. الجاتوه بقى عيد ميلادي النهارده، بقى انا قادر اوعد مقطع النهارده، ما تمثلش. دلوقتي بقيت تغني كده لا احساس ولا بتاع وبتفكر فيها كتير انا عارف عنك كتير قوي، كتير قوي، وعندي عليك حاجات كتير قوي. انا عارف عنك اللي انت ما تعرفوش عن نفسك. يا عم اكبر بقى اكبر كده واعمل لاخرتك، واخد بالك؟ وسيد الابيض تمام. سيد الابيض مش زيك يا بخيل، سيد الابيض مش زيك يا ابو قلب اسود. اتصرف تصرفات على قدك، عشان انت مش قد سيد الابيض، عشان في ظهر ربنا وقدامي ربنا وحواليا ربنا. يا رب تفهم يا اخي، يا رب تفهم يا ابو قلب اسود.